هو الملحد عاوز ايه؟ السلام عليكم. ان شاء الله هنكون مع بعض في سلسلة فيديوهات بعنوان أسئلة الملحدين. هنتكلم فيها عن الإلحاد والملحدين وأهدافهم وأفكارهم. والسبب الرئيسي إننا نتكلم عن الإلحاد بالتحديد هو إن الإلحاد انتشر بصورة كبيرة بين شبابنا وإخواتنا. فيلا حضر مشروبك المفضل وتعال نتكلم سوا. أولا كده، مين هو الملحد؟ الملحد يا صديقي العزيز واحد غير معترف بوجود الله سبحانه وتعالى، يعني بيقول إن الكون اتخلق صدفة. انت متخيل بقى الكون العظيم المحكم بدقة ده؟ الملحد شايفه انه اتخلق صدفة، يعني من غير إله أوجد الكون ده. لذلك تلاقي الملحد بيختلف عن المشرك. الملحد واحد بيقول إن الكون اتخلق صدفة، غير مقر بوجود الله. أما المشرك بيعترف بوجود الله ولكن بيشرك بالله، يعني بيعبد مع ربنا إله آخر، وطبعا لا إله إلا الله. ثانيا، سؤال فيديو النهاردة: هو الملحد عاوز إيه؟ عشان تفهم يا صديقي العزيز هو الملحد عاوز منك إيه، أنا عاوزك حاليا تبص لنفسك. هو إيه اللي منعك عن الحرام؟ يعني مثلا إيه اللي منعك إنك أنت تستمتع مثلا بالزنا، إنك أنت تعاشر النساء وتعرف نساء وتعمل علاقات محرمة مع النساء؟ ايه اللي منعك عن كده تستمتع؟ ايه اللي منعك عن شرب الخمر؟ انا بسمع عن شرب الخمر لكن انا عاوز اشربها، اشوف طعمها اللي بيشربوها دي عاملة ازاي. ايه اللي منعك ما تشربها؟ ايه اللي منعك عن الحرام عموما؟ يعني كل ما هو محرم وانت عارف ان هو محرم، ايه اللي منعك عنه؟ اللي منعك بوضوح كده انك انت اصلا مؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ومؤمن ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، يعني مطلع على اللي انت بتعمله، وكمان مؤمن بوجود الآخرة، انك انت هتقف فيها بين ايد ربنا سبحانه وتعالى وهيحاسبك في الآخرة على اللي انت عملته في دنيتك. من هنا تعرف ان الملحد شخص بيدي لنفسه مسكنات بعدم وجود الله علشان يقتنع بها، او يلاقي حد معاه على نفس الخط فيقنعه ان فعلا مفيش إله. ليه؟ مع ان الفطرة السوية اللي جواه والدين الاتنين بيقولوا له في إله. يعني الفطرة السوية اللي ربنا خلقنا عليها بتقول لي ان في إله، وكل شيء حوالين مني في الكون علامة على وجود الله، والدين بيقول له ان ربنا عز وجل موجود وان ربنا إله حق هيحاسبك في الآخر. ولكن هو بيدي لنفسه مسكنات ان مفيش إله. طب ليه؟ عشان لما يكون مفيش إله يبقى انا لما اعمل الحرام مش هيحاسبني، ما هو اصلا مفيش إله، فيكون ده مبرر ليه على ارتكابه للحرام. كمان من المهم تعرفه ان الملحد لو انت كلمته وخلاص هو اعترف بوجود الله سبحانه وتعالى، برضه مش هيرتاح ولا هيسيبك ترتاح. لازم يقوم داخل معاك في جدال بين قوسين كده. ليه؟ طالما بقى انت قلت لي ان في اله، طيب تعالى بقى، الاله ده ليه خلقني؟ وليه عمل كذا؟ وليه ما عملش كذا؟ وخلي بالك، هو لما بيسأل سؤال ليه ربنا ما عملش كذا او ليه ربنا عمل كذا، هو مش بيسأل عشان خاطر يتعلم، هو مش طالب علم جاي يتعلم وعاوز يوصل للحقيقة، لا، هو بقى بيسألك ونفسه انك انت ما تدلوش اجابة مقنعة، يعني ياخد منك اجابة ما تخليهوش يعترف بوجود الله تماما، او حتى لو اعترف به انه يقتنع بك اله. فهو عاوز منك اجابة غير مقنعة. ليه؟ الملحد بيستمتع ان هو والعياذ بالله واضع الاله ده في قفص الاتهام، وهو القاضي اللي عمال يكيل له بالاسئله، ليه عملت كذا وليه ما عملتش كذا، وكانه بيحاكمه وبيحاسبه على سوء استعماله لسلطته في الكون. فهو مستمتع ان هو عامل نفسه القاضي وحاطط الاله ده في القفص، فهو مش عاوز اجابه مقنعه عشان يفضل مستمر في دور القاضي اللي عمال يقول دايما ليه بتعمل كذا وليه ما بتعملش كذا. طبعا حاشا لله، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. واخر حاجه عاوزك تعرفها، انك انت لما تدرس العقيده اللي هي عقيده الاسلام الصحيحه، او حتى على الاقل تقرا في كتب العقيده، الهدف من دراسه العقيده
انك انت تثبت على العقيدة، تثبت على عقيدة لا اله الا الله محمد رسول الله. مش الهدف من دراسة العقيدة انك بقى تطلع تناظر فلان الملحد وتشتمه ويشتمك وتسبه ويسبك والجدال يكون كتير بينك وبينه. لا، الهدف انك انت تثبت على عقيدتك انت كمسلم. طيب، وبرضه من ضمن الاهداف برضه مفيش مانع انك انت لو اتقابلت مع ملحد او واحد عنده اعتقادات من بتوع الالحاد مثلا وفكر الكلام بينك وبينه، مفيش مشكله انك انت تناظره بالحجه، توضح له، اكسب سواء، وضح دي حرام، ما ينفعش تقول كذا، في اله للكون. طيب ما اقتنعش بكلامك، ده مش معناه انك انت فشلت في الدعوه بتاعتك او انك انت فاشل في المناظره، لا طبعا، ده مش معناه انك انت فاشل. لان سيدنا ابراهيم عليه السلام لما واجه المشركين بعد ما حطم لهم اصنامهم، هم سالوا من فعل هذا بالهتنا، مين اللي عمل كده بالالهه بتاعتنا؟ سيدنا ابراهيم جاب لهم الحجه النهايه، يعني قال لهم فاسالوهم ان كانوا ينطقون. يا عم عندك الصنم اهو، اساله، روح اساله، اسال الهك ان كان بينطق وبيتكلم وبيعرف يقول فلان اللي كسرني او حطمني، اساله ان كان ينطق ويرد عليك. طيب سيدنا ابراهيم واجههم بالحجه اهو، وفعلا هم لما رجعوا لنفسهم كده وفكروا فعلا الاصنام ما بتتكلمش، ومع ذلك لم يؤمنوا بسيدنا ابراهيم. يعني برضه في الاخر بعد اظهار الحجه والدليل برضه يا ابراهيم مش هنآمن بيك. هل ده معناه ان سيدنا ابراهيم فشل في الدعوه؟ لا طبعا، وما على الرسول الا البلاغ. الرسول ده بيجي يبلغك في علامات على وجود الله، وربنا سبحانه وتعالى اله حق. انت بقى اقتنعت ما اقتنعتش مش مشكلتنا احنا بقى. فانت نفس القصه كده، مش معناه انك انت بتنصح واحد صاحبك او واحد على النت بيتكلم في افكار ملحدين او اوشك ان هو يكون ملحد رسمي فانت بتنصحه لله، يا مولانا في اله، يا مولانا الدين بيقول كذا، وهو في الاخر ما اقتنعش. ده مش علامه ودليل ان انا طالما بقى ما اقتنعش يبقى هو اللي صح فانا اللي امشي وراه، لا طبعا. اثبت انت على عقيدتك، اثبت انت على توحيد الله وربوبيه الله. انت معترف بوجود الله؟ اه طبعا، انا عقيدتي ان ربنا عز وجل اله حق ورب العالمين، ده عقيدتي. هو بقتنع بيك ما اقتنعش بيك مش مشكلتك، انت اهم حاجه تثبت على لا اله الا الله وتعيش على لا اله الا الله، وربنا يكرمك وتموت على لا اله الا الله. تمام كده؟ اما ان هو اللي يقنعك بافكاره طبعا ده غلط، ان هو يقنعك انت بافكاره لانه مش عاوز يقتنع بيك فانت تمشي انت وراه، لا طبعا. اثبت انت على التوحيد، وان شاء الله من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هتعيش على التوحيد، ربنا هيوفقك في اخر حياتك وتموت على التوحيد، ولما تموت على التوحيد تحسب لك عند ربنا سبحانه وتعالى حسن ختام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من مات على شيء بعث عليه. ونرجو من ربنا سبحانه وتعالى انه يختم لي ويختم لك بان يكون اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.